وصفات الفراخ ما بتنتهيش، النهارده بقى معانا وصفة من الآخر، لأ ومش هتتعبِك كمان، يعني مش هتعملي أكل تاني جنبيها، هنعمل معاها في نفس الحلة رز مبهر بنفس التتبيلة بتاعة الفراخ، هتاكلي صوابعِك وراه، فراخ جوسي متبلة كويس جدًا، 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 يالّا بسرعة بقى نشوف التتبيلة عبارة عن إيه، بس الأول كده هو أنتِ عارفة أنا مين والّا لأ؟ أنا آية فاروق، صاحبة page cake and cook with آية فاروق، يالّا بسرعة بقى اعملوا search على الفيسبوك وتابعوني هناك وانضموا لعيلتنا الكبيرة، هتلاقوا الpage حوالي 100.000 وشوية، يالّا انضموا ليها بقى عشان بينزل عليها وصفات كتير حلوة جدًا. يالّا بسرعة بقى هنجيب طماطماية وقرنين فلفل رومي و2 بصل ومعاهم قرنين فلفل حامي على البوتاجاز يتشووا حاجة بسيطة، بعد كده هنحطهم في الكبة وهنحط معاهم شوية توابل جامدين هم بقى الأساس بتوع التتبيلة بتاعتنا طبعًا مع ريحة البصل المشوي والفلفل المشوي، ده حاجة تانية كده جبارة جامدة جدًا، 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 وممكن تعملوا الخلطة دي كمان سلطة مشاوي. هنحط 2 بصل، 2 فلفل رومي، واحدة طماطم، ومعانا نُص حزمة من البقدونس، طبعًا عارفين البقدونس بيعمل إيه مع التتبيلة. عصرة ليمون، يعني ليمونتين كده صغيرين هنعصرهم، أمّا بقى عن التوابل معلقتين من كل نوع هاقول لكم عليهم. كركم، كاري، بابريكا، كمون، كزبرة، فلفل أسود، ال7 بهارات وشطة، لإن القرنين فلفل الحامي اللي أنا حطيتهم ما طلعوش حامي ولا أي حاجة خالص. هنحط إيه معاهم، طبعًا 3 معالق ملح كبار، وهنحط معاهم معلقتين من الصلصة المتسبكة كويس جدًا، دي صلصة بيتي أنا اللي عاملاها مش شارياها من برّه، ومعلقتين زيت، اضربي يالّا في الخلاط وشمي الريحة، ده كفاية ريحة الفلفل، حاجة كده فظيعة. هنجيب فرخة دي حوالي كيلو و100، هي مش حوالي، هي أكيد كيلو و100 لإن دي من الفراخ البرازيلي اللي بنشتريها. هنحط عليهم 3/4 التتبيلة، وهاسيب ربع التتبيلة على جنب عشان زي ما قُلت لكم الرز البسمتي هيتعمل بيها، أدعكها كويس جدًا وأورّيها لكم أهي، هاسيبها بقى على جنب كده ساعة لغاية بقى ما أخلّص توضيب المطبخ ورايا، خليتها على جنب، بعد كده هاجيب صينية أحط فيها معلقتين من السمنة أو أي نوع أنتِ بتحبيه، زيت ذرة، بتحبي الزبدة، بتحبي أي حاجة خالص كده بتحبي الرز بيها اعمليها، بس النهارده جوزي كان طالبها بالسمنة، فما رضيتش أزعّله، يالّا. عملتها بمعلقتين من السمنة هاحطهم، وبعد كده هانزّل عليهم التوابل، هاحط عليهم معلقة كبيرة من الكاري، واحط عليهم رشة من الفلفل الأسود، مش هازوّد البهارات عن كده زي ما قُلت لكم، أنا هاحط عليهم حوالي معلقتين من خلطة التتبيلة اللي أنا عاملاها للفراخ. فمش محتاجة إن أنا أحط عليهم توابل تاني، ده كفاية خلطة الفراخ اللي هتنزل فيها وطعم الفراخ اللي هيستوي مع الرز. هنغسل الرز كويس جدًا، أنا مش هانقعه، أنا ما بانقعش الرز البسمتي خالص، أنا باحط لكل كوباية من الرز البسمتي كوبايتين من المَيّة أو كوبايتين إلا ربع حسب النوع. فأنا هانزّل عليهم كده الرز البسمتي، هادّي له تشويحة خفيفة مع السمنة، ريحة السمنة ومع الكركم، واحط عليهم معلقة واحدة بس من الملح، وهاقلّبهم تشويحة كده بسيطة، وأول ما أشم الريحة بتاعة السمنة بقى والتوابل وخلاص، هانزّل عليهم المعلقتين بتوع التتبيلة الفراخ اللي أنا خلّيتهم كده كمّرتهم زي ما بيقولوا كده، كمّرتهم على جنب بعيدًا عن الفراخ واحطهم عليها واقلّبهم كويس جدًا، 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 حوالي 3، 4 دقايق، أنا مسرّعة الفيديو بس أنا باخلّيهم حوالي 3، 4 دقايق، لازم أشم الريحة بتاعة التتبيلة والبهارات مع الرز، باحس كده إن في حاجة ناقصة، لأ لازم أشم الريحة، خلاص كده أنا شميت الريحة، لأ بقى خلاص بقى أكمّل سِوَى، أحط عليهم الحاجات التانية. وهانزّل عليهم معلقة كده من البقدونس، على فكرة مع الرز بيبقى حلو جدًا، الناس بتقول بقى بيمرّر الخضرة والحاجات دي، ده بقدونس يا جماعة، بقدونس ده ما ينفعش، ما ينفعش لازم تحطّوا بقدونس هتلاقوه طعمه حلو جدًا، جدًا، جدًا. قلّبي، شمّيتِ الريحة اللي أنا باقول لِك عليها، ساوي بقى الرز في الصينية حلو جدًا، في ناس بتقول لي طَب ما تسوّيها في حلة، ما تسوّوها أنتم في حلة عادي ما فيش مشكلة، بس أنا عندي مزاج آكل الأكلة دي في صينية، باحب الصواني بصراحة. عندي إحساس دايمًا إن الصينية بتخلّي الأكل يستوي أسرع ويبقى طعمه أحلى، هو أنا متركّبة كده بقى، أنتم بتحبوا الصينية الحلة اعملوا فيها. نزّلت الفرخة، ناقص إيه، المَيّة، زي ما قُلت لكم لكل كوباية من الرز البسمتي طبعًا حسب نوعه، هتحطّي لا إمّا كوبايتين، لا إمّا كوبايتين إلا ربع، النوع اللي أنا حاطاه ده دلوقتي هاحط على كل كوباية كوبايتين إلا ربع، أهزّها كويس أوي عشان خاطر المَيّة تتساوى في الصينية كلّها، وبعد كده أحاول أشوف يعني الرز كده طبعًا عشان ده خطر كده مش حلة، فلازم أنتِ تكوني معايرة برّه، فأنا لغاية ما خلاص الكوبايتين ينزلوا على الرز، وبعد كده هاعلّي النار زي ما إحنا متعودين، أول ما الرز البسمتي يشرب المَيّة هاهدّي النار، هو كده شرب مَيّته واسيبه حوالي 40 دقيقة، 45 دقيقة على نار هادية عشان الرز ما يتحرقش، واستوى معايا والفرخة كمان استوت معايا، ونخلّي بالنا الفراخ لازم تبقى تستوي معانا، بعد كده بقى ادهنيها زيت ودخّليها بقى تحت الشواية.
إيه الشكل ده! إيه الجمال ده! بتاكلي في حضرموت، يا خرابي على الجمال! يا سلام بقى كان نفسي أجيب حتة كده لقمة وأدوس وأدوّقكم وأورّيكم الجمال والطعامة والحلاوة، بس مستعجلة وأبو العيال قاعد مستني الأكل. ما تنسونيش بلايك وتعليق حلو زيكم، آفة.